موت العالم مصيبة أيها الأفاضل، بل من أكبر المصائب التي تقع بالأمة أن يموت عالم من علمائها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. نعم، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أنا شخصيا كنت أنبهر وأنا أتابع فتاوى الشيخ رحمه الله تعالى في إذاعة القرآن الكريم، في هذه الإذاعة المبهرة العامرة المذكرة، التي أسأل الله أن يجزي القائمين عليها خير الجزاء وأن يرزقهم مزيدا من التوفيق والسداد. وأنا أتابع في بريد الإسلام فتاوى فضيلة شيخنا ووالدنا الشيخ عطية صقر، كنت أشعر بحالة من الانبهار فعلا، يعني أستشعر أن الشيخ رحمه الله تعالى يقرأ الأدلة من الأوراق بين يديه، وأنا أعلم أن السؤال كان يعرض عليه مفاجأة، فأرى فتح الله سبحانه وتعالى على الشيخ، وأرى الأدلة تنهمر عليه كالمطر الجميل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة. ويوم مات بكيت والله بالدموع، وقلت كم حوت الأرض اليوم من علم، كم ضمت الأرض اليوم من علم. نعم، كان الشيخ رحمه الله كنيفا ملئ علما وبحق، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوض الأمة خيرا، وأن يبارك في علمائنا، وأن يبارك في أعمالهم، وأن يحسن أعمالهم، إنه ولي ذلك والقدر عليه. العلماء يا إخوة هم النور والشموع التي تحترق لتضيء للأمة طريق الحق سبحانه وتعالى وطريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك رفع الله قدر العلماء، وأعلى الله شأن العلماء، وزكى الله العلماء في كثير من الآيات. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم احتفى بالعلماء وبطلاب العلم حفاوة بالغة، والأدلة على ذلك كثيرة. يكفي أن نعلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وفضل العالم على العابد كفضلي، أي كفضل المصطفى صلى الله عليه وسلم، كفضلي على أدناكم. وأرجو أن تتصور أنت مكانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفضل رسول الله على الأمة كلها، بل على أعلى رجل في الأمة وعلى أدنى رجل في الأمة. وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فما أكثر الأحاديث في فضل العلم والعلماء. أسأل الله عز وجل أن يرحم شيخنا، أن يبارك في علمائنا.